أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صبحكم الله بالخير والود، صباح الحيوية والنشاط. نهار اليوم جو ربيعي مشمس، اليوم تاع الميناج والبراج، وقلت نشارككم معايا روتيني اليومي من الدوار. قلت أول حاجة نبداها لكم، نديركم جولة خفيفة في الجاردن تاعنا، اللي فيها مختلف انواع تاع الجزر. كاين اللي قدم، عندنا بزاف من غرسناهم، وكاين اللي جدد. كما شفتوا هذيك الدجاجه تاعي مسكينه مكسره من رجلها، قداه من مره يسرقوها الكلاب باش ياكلوها وتمنع. نروحوا للجار تاعنا، عندنا شجره، هذه شجره تاع الرند، عندنا الهندي، عندنا الرمان، عندنا الكرطوس، عندنا الجوز، حب الملوك. الجاردن تاعنا هذا مديرين فيها حوايج صغار برك، سما لي مكاش منهم بزاف، في كل شجره كاينه نوع. وعندنا جاردن ثاني خلاف كبيره فيها حوايج بزاف. مره خلاف نصورها لكم بربي ان شاء الله. اول حاجه نبداها روتيني اليومي هو الفطور. الفطور انا ساعات وين نفطر، ساعات نفطر وساعات لها. مي يما لازم لها الحليب، سيرتو كي عاد مريضه وكي عاد عندها السكر ديرها حليبها حليب، شويه قهوه برك بلا سكر. وانا كيما قلت لكم ما نشربش الحليب، نعوضو ديما بالياغورت والكاطو. بونجور مام. نروحوا الميناج تاع الدار كما قلت لكم. اليوم الجو بزاف شميسه مليحه. انا غسلت فيها القش، غسلت سمع ديال القش كما قلت لكم موسخ. غسلته، خرجت الفراشات، خرجت الزبر، خرجت الزرابه، سيقت الديار. من بعد دخلت درت الغدا. الغدا درت كسكسي تاع القمح مع شويه سلطه. كسكسي درتو بمكثريه خضره، خاطر يوم تحب الخضره بزاف كما راكم تشوفوا، صوص خضره. الخضره درت حمص، درت فول، خرشف، بطاطا، زروديه وجريوات، ومع الفلفل حار. حنا الشاويه على بالكم نحبوا ناكلوا الماكله حاره بزاف. مع السلطه درت الكرنب، درت خيار، طماطم وزيتون. ما قلت لكم يوم تحب الخضره بزاف، قالت لي صوري لي الخضره كيفاه راهي مدايره، راني نصور لكم فيها. وديما نحبوا نقعدوا في البلاصه هذه، ديما نتجمعوا فيها. جايه بلاصه مليحه بعيده عن الشمس وبعيده على الظل، في نفس الوقت تحب تشمس، تحب تظلل. نفطروا ولا نتغداو ولا مقابلين الطبيعه ومجمعين. نروحوا دركا البراج. البراج اليوم حنديركم طريقه تاع جداتي الله يرحمها، طريقه سهله ومليحه وبزاف بنينه. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداوها هو الغرس. نوجدوا الغرس تاعنا، نحيولوا الزريعه، نحيولوا النواه تاعو عفوا. ونرحيوه في الرحايه، يكون رطب، ما يكونش فيه حتى حاجه من النواه هذاك، يكون صافي. بيك نزيدوا له شويه زبده مع القرفه والقرنفل ونعجنوهم. اذا جانا يابس ماهوش يطري نزيدوا له ما زهر، نجبلوهم مليح حتى يدخلوا المكونات الكل في بعضهم ونتحصلوا على الشكل هذا. من بعد نحلوهم على سني تاع نيلو، على عفوا نيلو تاع سنين نحلوهم. نحلو الغرس تاعنا بالحلال على شكل دائري، ونخليوه في جهة يرتاح باش من بعد يجينا ساهل في الخدمة. نرجعو درك العجينة تاعنا. عندنا 3 كيلات تاع دقيق مع كيلة تاع سمن دايب وبارد، ولا كيلة غير سبوع سمن، والباقي تفيضيها بالزيت
ما ديري كيلا غير صباع سمن، وصباع هذاك اللي باقي ديريه زيت كما قلت لكم. يكون سمن ذايب وبارد باش ما يجينا ساهل في الخدمه، ما يفسدناش الدقيق تاعنا. نخلطوا دقيق مع السمن ونمحروا مليح الدقيق والسمن بين يدينا حتى يعود ما يتفتتش. كما راكم تشوفوا كي نجربوه هكاكم مشاو نحطوها ما تحلش. لهنايا نبداو نبلوا الدقيق تاعنا. ديروا نص كيلة اللي كيلنا بها من قبل، نديروا ربع ماء دافي وربع ماء زهر مع قرصه ملح، ونبقاو نجملو الدقيق، نجملوه برك ماشي نعجنوه. كما تشوفوا انا بدلت القصعه، درت سني كبير خاطر قصعه صغيره ما قدرتش نخدم فيها، الافضل ديروا في سني. من بعد نقسموا العجينه تاعنا على 2، كل عجينه نخليوها ترتاح في جهه وحدها. ومن بعد نحلوهم على شكل دوائر. الافضل كما قلت لكم نيلو تاع سني باش تجينا الخدمه سهله. نحلو العجينه الاولى، نزيدو العجينه الثانيه، ونحطوا ثاني نفرشوا النيلو تاع سني من الفوق ومن التحت باش تجي، ونحلو بالحلال باش تجينا الخدمه سهله. ومره على مره نطلوا نشوفوا اذا العجينه كل متساويه في الحل ولا لا. من بعد نحطوا العجينات في زوج على بعضهم، وباكيد الغرس في وسطهم. زيدوا نحطوا النيلو من الفوق وزيدوا نحلو مليح. نكملوا الحل تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه كبيره مدوره، وتكون الاطراف تاعها كل متساويه في الحلان، ارتفاع في نفس فرد ارتفاع واحد. نخليوها ترتاح ومن بعد نقصوها ونبداو نطيبوا. انا بديت طيبت ما صورت، من بعد رجعت نكمل لكم طريقه تاع القصه كيفاه. انا استعملت لهنا السكين، ما استعملتش الطابع تاع البراج كما قلت لكم يعني في الدوار، وحبيت يكون كل شيء تقليدي، مبغيش نستعمل حوايج جدد هكا. بكري ما كانش عندهم طابع، كانوا بالسكين برك، كانت عينهم ميزانهم. نحيت الحراف على جهة، نهز الحبة تاعي تاع البراج بالسكين، نعدلها الحراف تاعها الجوانب تاعها يكونوا يكون على شكل معين، الارتفاع ثاني يكون نفسه كما راكم تشوفوا. هكا بكري كانوا جدودنا يخدموا البراج هكا كانوا يعدلوه. بنفس الطريقه هذه انا قصيت بها العجينه تاعي كامل، حطيتهم يطيب. دركا في الطياب كان اللي يحب كان اللي يطيب على طاجين تاع الحديد، وكان اللي يحب يطيب على طاجين تاع الطين، وكان اللي يحب يحط طاجين تاع الطين ويحط من فوقه طاجين تاع الحديد ويطيب. دوك على حساب الغاز. انا نخليكم مع لا فيديو، وقبل ما نقولكم تبقاو على خير ما تنساوش ابوني للقناه لأول مرة يشوفني، لايك للفيديو وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد نحطه، أي حاجة جديدة. والتعليق، أعطوني رأيكم في البراج تاع اليوم في روتيني اليومي، وتلاقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله. ومع السلامة.